مساء الخير مشاهدينا مشاهدي ومتابعي مصر اليوم في كل مكان، واهلا وسهلا بكم في بث جديد من الاسكندريه وعلى شاشات وتلفزيون المصري اليوم. بنتابع مع بعض الظواهر الفلكيه الموجوده في عالمنا وفي سماء الدنيا، والموجوده في 2023. كما تحدثنا قبل ذلك عن الظواهر الفلكيه اللي كانت موجودة في 2022، وكانت 2022 بها عدة ظواهر فلكية كثيرة، وكانت ظاهرة بالعين المجردة، وكان منها العملاق أربع أقمار عمالقة تحدثنا عنها بالتفاصيل، وكان كسوف الشمس وخسوف القمر وتقارن القمر ببعض الكواكب الموجودة كالمشتري والمريخ. نحن الآن في أول الظواهر الفلكية اللي موجودة في 2023 في شهر يناير، وشهر يناير به عدة ظواهر فلكية، منها الشهب اللي موجودة، وفي الآن في صدد مع ظاهرة فلكية وهي تقارن القمر مع كوكب المريخ. حضراتكم اللي حابب ينظر إلى هذه الظاهرة يصعد أو ينظر إلى السماء هيجد القمر، وبأسفل منه كوكب أو نجم محمر شوية، هو ده كوكب المريخ. وطبعا هو يظهر لنا بأنه نجم لأن الكوكب المريخ يبعد عن الأرض بمسافة كبيرة جدا بينه وبين الأرض. كوكب المريخ والقمر يقترنان اليوم رابع أيام في شهر يناير، اليوم الرابع في تقارن القمر مع كوكب المريخ. وكما ذكرت الجمعية الفلكية بجدة يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 3 يناير في دخول ليل 4 يناير يوم الأربعاء 2023، وبداية الليل يقتران القمر الأحدب المتزايد المضاء بنسبة 92% بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما 0.1 درجة في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة. يعني اللي حابب ينظر إلى هذه الظاهرة هيصعد أو ينظر إلى السماء هيجد القمر، وأسفل منه نجم محمر، هو ده كوكب المريخ. وبسبب البعد المسافة الزمنية بين كوكب المريخ والأرض يظهر لنا كوكب المريخ وهو نجم في السماء. سيشاهد كذلك بالقرب منهما عنقود نجوم الثرايا. نجوم الثرايا تحدثنا عنها قبل ذلك، والنجوم والنجم الساطع المحمر الدبران، إضافة إلى لكوكب زحل في الجنوب الغربي مع كوكب الزهر. دي الظواهر الموجودة في اليوم، ظاهرة اقتران القمر مع كوكب المريخ. اللي حابب ينظر إليها هيجد كوكب المريخ أسفل القمر بشكل نجم محمر، هو ده كوكب المريخ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وننظر بهذا الشكل سبحان الله، المشاهد دي بتخلينا نذكر الله سبحانه وتعالى ونرى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. المريخ وصل إلى حالة التقابل في 8 ديسمبر 2022 عندما كانت الأرض بين الكوكب والشمس، وأصبح المريخ يواجه الشمس في السماء بنسبة، وكانت المسافة بين الكوكبين أقل في وقتها خلال 2 وكان المريخ في قمة لمعان. دي معلومات كانت في 2022، وكان تم اقتران القمر الأحدب المتزايد مع كوكب المريخ في سنة 2022 السنة الماضية. الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت، ولكن لا يزال لامعا أوائل شهر يناير 2023 زي ما حضراتكم شايفين. اللي حابب ينظر إلى هذا
المنظر الرائع الجميل هيصعد إلى سطح منزله أو ينظر إلى السماء اتجاه القمر، هيجد القمر لامع بدرجة 92% لمعان وإضاءة، وأسفل منه نجم محمر، هو ده نجم أو كوكب المريخ اللي بنتحدث عنه الآن. وإضافة لذلك سيرصد القاطنون في الأجزاء الجنوبية من أفريقيا حدث سماوي نادر، حيث سيمر القمر أمام المريخ في ظاهرة تعرف باسم الاحتجاب، وليس هناك حاجة إلى معدات رصد خاصة، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدته بالعين المجردة زي ما حضراتكم شايفين كده، وزي ما ظاهر في شاشة المصري اليوم. منظر القمر الأحدب المتزايد مع اقتران كوكب المريخ. يحدث الاحتجاب عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر، يعني الاحتجاب تعريفه هو يحجب جسم سماوي مع جسم سماوي آخر، بيبقى هذا الظاهرة تسمى بظاهرة الاحتجاب. لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من وسط أو سطح الأرض، نظرا لأن القمر الأقرب كثيرا إلى الأرض من الأجرام السماوية والأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادا على موقعك على الأرض، فهو يختلف كما يرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار 2 أو 4 درجات أضعاف قطر البدر. وهذا يعني أنه إذا تم اصطفاف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض، فسيظهر على بعد 2 من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم سيرصد القمر يمر بالقرب من كوكب المريخ. أما ظاهرة الاحتجاب الكوكب خلف القمر تحدث عدة مرات في السنة، إلا أن عقودا يمكن أن تمر قبل أن يتمكن موقع محدد من رؤية نفس الاحتجاب مرة أخرى، تماما مثل كسوف الشمس بيحصل احتجاب للشمس الكلي. إضافة لذلك من النادر جدا أن يتزامن الاحتجاب مع اكتمال القمر وتقابل كوكب معين. هي الظاهرة دي موجودة في مصر والوطن العربي بأجمع، ولكن عندما تكون السماء صافية ما فيهاش غيوم ما فيهاش سحب، هنرى القمر مع كوكب المريخ بشكل واضح جدا جدا، وشكل القمر الأحدب المتزايد هيكون لامع بدرجة 92% من الإضاءة والنور الساطع من القمر، وأسفل منه كوكب المريخ وهو يظهر لنا كنجم صغير أسفل القمر، وهو محمر شوية أو لونه على اللون الذهبي. الظواهر الفلكية اللي بنشهدها جميعا على عالمنا وفي سماء الدنيا، يعني أنا بحاول أقرب لكم كوكب المريخ يا جماعة، المشهد القمر أهو، وأسفل منه في نجم لامع محمر شوية كده، هو ده كوكب المريخ. النهاردة مع تقارب واقتران القمر مع كوكب المريخ، اللي حابب ينظر إلى هذه الظاهرة ينظر إلى السماء اتجاه القمر، هيجد أسفل القمر النجم واضح جدا، هو نجم أو هو كوكب المريخ. يظهر لنا بأنه كوكب لأن مسافات كبيرة بيننا وبين كوكب المريخ تعد بمئات السنين الضوئية، فيظهر لنا كأنه نجم في السماء. لو ما فيش بلكونه عند حضرتك اطلع فوق السطح بقى، نستحمل بقى، تقل كده والبس حاجه تقيله واطلع فوق السطح، وانزل في الشارع اتجاه القمر وانظر اتجاه القمر، هتجد القمر واضح جدا، هو ده يسمى القمر الأحدب المتزايد.
أسفل منه نجم محمر، هو ده كوكب المريخ. منظر رائع وجميل. اللي حابب ينظر إلى هذه الظاهرة يصعد أو ينظر إلى اتجاه القمر هيجد هذه الظاهرة. ومع هذه الظاهرة وجود السرايا، عنقود السرايا والشقيقات السبع موجودة في السماء الدنيا، تزين السماء بكذا نجم. هو عنقود السرايا هو تعدد من النجوم موجودة منتشرة في السماء. بالظبط كده، هو لونه احمر بحجم النجم صغير، ولكن هو ده كوكب المريخ، ولكن بيظهر لينا كأنه نجم لانها المسافة الذي تبعد بيننا وبين المريخ مسافات كبيرة تعد بمئات السنين الضوئية، فبالتالي بيظهر لنا كوكب المريخ بأنه نجم زي ما حضراتكم شايفين. هو أسفل القمر بالظبط كده، والقمر يسمى بالقمر الأحدب المتزايد، غير القمر الأحدب المتناقص بيكون في أوائل الشهور العربية، ولكن نحن في أواخر الشهر العربي، فبيبقى القمر بيبدأ يكتمل. هذا يسمى القمر الأحدب المتزايد، بيتزايد في حجمه. أنا موجود في اسكندرية، منطقة العمرية غرب الاسكندرية. السماء صافية. اللي موجود في اسكندرية في مكان فيه السماء صافية هيجد وهينظر إلى هذا المنظر بشكل رائع جدا، ولكن بحسب التغيرات المناخية اللي موجودة والسماء مغيمة والجو فيه برودة وفيه أمطار وشتاء، في الأماكن اللي فيها سحاب وغيوم مش هيظهر بالشكل الواضح، ولكن في وقت صفاء السماء هتجد القمر الأحدب المتزايد، وهو بإضاءته المميزة والساطعة بدرجة 92% من الإضاءة. أسفل منه نجم لونه فضي، عفوا لونه ذهبي محمر، هو ده كوكب المريخ. احنا في ظاهرة تقارن القمر مع كوكب المريخ، وشهر يناير في عدة ظواهر فلكية متعددة من بداية 1 يناير حتى 30 يناير إن شاء الله، وكل ظاهرة إن شاء الله هتيجي وقتها هنتحدث عنها باستفاضة وبتفاصيلها. هنتكلم عن الظواهر الفلكية كما تحدثنا في سنة 2022 عن ظواهر فلكية متعددة كانت موجودة في سنة 2022. تحدثنا عنها بشكل كبير وتحدثنا عنها باستفاضة بكل ظاهرة في وقتها، وكان 2022 كانت مليئة بالظواهر الفلكية المتعددة، ومنها كان 4 أقمار عملاقة، وكان عنقود الثرايا والشقيقات السبع وتقارن القمر مع كوكب المريخ والمشتري وكسوف الشمس وخسوف القمر. تكلمنا عن هذه الظواهر بشكل جيد في وقتها. إن شاء الله في هذا الشهر في عدة ظواهر فلكية مختلفة، إن شاء الله كل ظاهرة بوقتها. هنتكلم عن الظاهرة باستفاضة بشكلها الموجود وباستفاضة عن هذه الظاهرة. الظواهر الفلكية اللي موجودة ليس لها أي ضرر على الأرض أو على الإنسان أو على أي كائن من الكائنات، هي ظواهر فلكية موجودة. بنرى هذا الإعجاز العلمي والإعجاز الخلقي لله سبحانه وتعالى في خلقه، وبنشوف الكلام ده كله بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بنرى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. لا يا أستاذ، أنا مش مصرصر، أنا بكلمك عن حاجات علمية موجودة. لو حضرتك يعني ليك في موضوع العلم الفلك والحاجات دي كلام علماء وكلام ناس متخصصة في هذا الأمر. الجمعية الفلكية بجدة تحدثت عنها علماء متخصصة في الفلك. مراصد الفلكية اللي موجودة في مصر كمرصد حلوان والمعاهد الفلكية تتكلم عن هذا الأمر. اللي بيحب هذا الأمر ينظر إلى السماء، وبنقول لكم معلومة كما استفدنا من هذه المعلومات اللي ذكروها علماء الفلك. فاحنا بنشارك متابعينا ومشاهدينا ومتابعي مصر اليوم في كل مكان كل جديد عن الظواهر الفلكية الموجودة. بنتحدث عن كل ظاهرة
بشكلها وبتفاصيلها، حتى نرى يعني ننظر إلى السماء ونعلم ما يدور حولنا وما يكون في هذا الكون بشكل علمي وبشكل صحيح. دي السرايا والشقيقات السبع دي النجوم اللي موجودة. أيضا ظاهرة أخرى هي ظاهرة الشقيقات السبع وعنقود الثرايا من النجوم. هي للأسف في الأماكن اللي فيها سحب موجودة هتغطي على هذا المشهد، ولكن لما تكون السماء صافية زي ما موجودة مثلا في بعض الأماكن في الإسكندرية، السماء صافية في أماكن معينة هتلاقي القمر بشكله الرائع الجميل مع اقتران كوكب المريخ في هذا الوقت. هي ظواهر طبيعية جدا وما فيهاش ضرر كما تحدث علماء الفلك وكما تحدثوا الدكتور أشرف تضاريس متخصص في هذا الأمر. تحدث عن هذا الأمر بأن هذه الأمور ليس لها ضرر على كوكب الأرض ولا على الإنسان ولا على أي شيء، ولكن هي أمور كلها نعلمكم بها حتى نعلم عظيم خلق الله سبحانه وتعالى ونتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى ونسبح الله ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الظواهر الفلكية المختلفة في ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر، عندما حدثت هذه الظاهرة أثناء النبي صلى الله عليه وسلم وعندما توفى إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدثوا الناس بأن السماء أو هذه الظاهرة حزنا على وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن القمر والشمس آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لبقائه، فإذا رأيتم هذا فصلوا. يعني الظواهر اللي فيها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، نرى أي ظاهرة مختلفة بنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل، وده أمر طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في أمور دنياه، في يعني تغيير مساره في أي شيء، طالع مطلع أو مكان عالي بيكبر ربنا سبحانه وتعالى، نازل من منزل بيستغفر ربنا وبيسبح الله سبحانه وتعالى. ففي كل تغيير الأمور ليها أدعية وليها استغفار وبنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الظواهر الفلكية اللي موجودة عندما نراها نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونتدبر عظيم خلق الله سبحانه وتعالى ونسبح الله ونستغفر الله ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأوا الكسوف الشمس وخسوف القمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وأمر الناس باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. إذا رأيتم فصلوا. الحديث المعترف والحديث الصحيح عندما تم خسوف للشمس وكسوف للقمر، الصحابة تحدثوا في هذا الأمر، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لبقائه، فإذا رأيتموه فصلوا. يعني لما بنشوف هذه الظاهرة بنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والاستغفار والتسبيح والتكبير. أعزائي مشاهدي ومتابعين مصر اليوم، حبينا نرصد لكم الظاهرة الموجودة الآن، ظاهرة اقتران القمر مع كوكب المريخ، وشهر يناير في سنة 2023 فيها بعض الظواهر المختلفة، وبالأخص شهر يناير في عدة ظواهر مختلفة بداية من 1 يناير حتى 30 يناير. إن شاء الله كل حدث من الظواهر الفلكية هنبدأ نتكلم عنه بشكل مستفاض وباستفاضة كاملة عن الظاهرة اللي موجودة في وقتها، وهنعلم بها حضراتكم وهنطلع بها لايف ونتكلم عن هذه الظاهرة. أعزائي مشاهدي ومتابعي المصري اليوم، كان معكم محمود طه مراسل المصري اليوم من الإسكندرية. رصدنا لكم اقتران القمر مع كوكب المريخ. اللي حابب برضو ينظر إلى هذه الظاهرة، القمر الأحدب المتزايد أسفل منه نجم محمر، هو ده كوكب المريخ، وهو ظاهر لنا بأنه بأنه نجم، لأنه
المسافة البعيدة بيننا وبين المريخ تعد بمئات السنين الضوئية، فيظهر لنا كأنه نجم في السماء. أعزائي المشاهدين ومتابعين مصر اليوم، بنعلمكم بهذه الظواهر، قلنا عشان نكون ملمين بما يدور حولنا، ويظهر لنا الأمور وتوضح لنا الأمور الموجودة في كوكبنا. هذه الظاهرة ظاهرة اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب المريخ بداية من 4 يناير، وإن شاء الله شهر يناير فيه عدة ظواهر فلكية إن شاء الله نعلمكم بها. أعزائي المشاهدين ومتابعين مصر اليوم، نسبح الله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله ونستغفر الله ونكبر الله على هذه الظواهر اللي موجودة، ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعزائي المشاهدين ومتابعين مصر اليوم، كان معكم محمود طه مراسل المصري اليوم من الإسكندرية، رصدنا لكم ظاهرة اقتران القمر مع كوكب المريخ. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.